السلام عليكم. أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد. وكما شفنا عنوان الفيديو: لماذا لا يوجد تفسير جزائري للقرآن الكريم؟ والجواب ببساطة: ليست التفاسير الجزائرية بقليلة أو نادرة، بل نحن أمة لا تقرأ تاريخها. واليوم ما راحش نكتفوا بإثبات الأسبقية الجزائرية في تفسير القرآن الكريم، بل راح نشوفوا الغزارة عبر ال 15 قرن الماضية حتى نتيقنوا أن الجزائر أنجبت من المفسرين ما لم ينجبه الأزهر في مصر ولا الزيتونة في تونس ولا الأندلس. وراح نشوفوا المفسرين الجزائريين كيف كانوا يتنقلوا للمشرق والمغرب يعلموا الناس التفسير، ومنهم حتى من توفي بعيد على داره في رحلته التعليمية لتفسير كتاب الله، ومنهم من طرد من المسجد لسبب غريب. وهيا نبدو البحث مع بعض. أكيد أن خير العلوم على الإطلاق في هذه الدنيا هو ما تعلق بكتاب الله تعالى تفسيرا ودراسة وتدبرا. والتفسير ينقسم إلى عدة أنواع حسب طريقة تناول المفسر للنص القرآني. كاين التفسير الفقهي والتحليلي والبلاغي والأدبي والاجتماعي وغيرهم. والمفسرين نوعان: كاين اللي يفسر بالكتابة والتأليف، وكاين اللي يفسر بالمدارسة الشفهية في الحلقات والمساجد، وكاين منهم من أطال الله في عمره حتى أكمل التفسير كامل، ومنهم من فسر أجزاء أو سور أو حتى آيات، كل بما فتح الله عليه. ونقول جعلني الله وإياكم ممن لهم حظوة في تعلم القرآن وتعليمه. أما الأسبقية الجزائرية في التفسير فترجع لما نجده في كتب التاريخ الإسلامي كقول ابن زكريا: وكان بيت الرستميين بيت العلم في فنونه من الأصول والفقه والتفاسير، حتى يقول: وذكروا للإمام عبد الرحمن تفسير كتاب الله. وبالتالي عبد الرحمن بن رستم كان أول من فسر القرآن في أفريقيا كاملة. ونقر هنا: كان إمام الإباضيين عبد الرحمن بن رستم في غاية الصلاح والزهد وفي قمة المعرفة والعلم، وله بعض المؤلفات منها تفسير للقرآن الكريم. والمصادر القديمة تأكد أن هذا التفسير مفقود اليوم. وعبد الرحمن بن رستم توفي في 190 هجري في تيرت، يعني تفسيره يكون حوالي العام 800 ميلادي. ونروحوا لكتاب التفسير اللي ظهر بعده. مفسرنا الثاني هو الهواري الأوراسي من قبيلة هوارة في الأوراس، وكان قاضي في الدولة الرستمية وما يحتاج الكثير من التعريف لأنه تفسيره مطبوع ومتوفر في المكتبات. هذه صورة غلافه: تفسير كتاب الله العزيز للشيخ هود بالهواري من علماء القرن الثالث هجري، وقد توفي رحمه الله حوالي العام 250 هجري. ونلقوا من بعده في القرن الرابع للهجرة تفسير أوراسي آخر يشرق علينا من مدينة باغاي في خنشلة للإمام أحمد بن علي الباغائي. يحكي هنا على مدينة باغاي ويقول: ينسب إليها أحمد بن علي الباغائي المقري، يكنى أبا العباس، دخل الأندلس عام 376 للهجرة، وقدم للإقراء بالمسجد الجامع بقرطبة، ورقاه المؤيد بالله هشام بن الحكم إلى مجلس الشورى، وكان من أهل العلم والفهم والذكاء. واللي يهمنا في هذا البحث: وكان لا نظير له في علوم القرآن على مذهب الإمام مالك. ثم عالمنا أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي من أئمة المالكية بالمغرب، كان فاضلا متقنا مؤلفا جيدا، له حظ من اللسان والحديث والنظر، له مؤلفات منها النامي في شرح الموطأ والوعي في الفقه وغيرها. وأصله من المسيلة وقيل من بسكرة، سكن طرابلس ثم تلمسان، وهو الفقيه المتفنن، وهو اللي قال عليه القاضي عياض: من أئمة المالكية بالمغرب والمتسعين في العلم المجيدين للتأليف. والناس اللي قرأت فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر تعرف أنه العسقلاني استشهد 479 مرة بكلام الداودي. وفي عمدة الباري في شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني نلقوا 636 استشهاد بكلام هذا العلامة اللي قلنا عليه مسيلي أو بسكري. وبعده نتعرفوا على ابن النحوي وهو يوسف بن محمد أبو الفضل من قلعة بني حماد، وعنده قصة غريبة صارت له في فاس، نقروها مع بعض وعندي تعليق ذاك نقوله لكم. يقول أبو الفضل يوسف بن محمد من قلعة حماد عندما دخل سجل ماسة اللي هي قريب البشار تبع المروك، ونزل في أحد مساجدها ليدرس أصول الفقه، ولم يكن هذا العلم يدرس في هذه البلاد، فأمر بالخروج منها، فتوجه إلى فاس ولاقى فيها مثل ما لاقى في سجل ماسة، حيث أمره قاضي فاس عبد الحق بن دبوس بالخروج منها، وعاد إلى بلده قلعة بني حماد. ودرك نفتحوا قوس صغير ونسقسوا الباحثين: وعليه علم التفسير ازدهر في الجزائر مبكرا وتأخر كثيرا في فاس ومراكش؟ الجواب حسب الباحث المغربي حسن الوزاني في مقاله المغاربة وحرج التفسير، يقول أنه كانت إشاعة أو أسطورة تدور في هذه البلدان بأن القرآن مقدس، وكلما حاول أحد أن يفسره وقعت أحداث ومصائب كخراب المدن وقلة المطر. وحتى في الأزمنة المتأخرة لما حاول ابن عجيبة أن يفسر القرآن مات بالطاعون في 1809،
في حين كانت الجزائر قد أنتجت آنذاك أكثر من 50 كتاب للتفسير. وهنا نغلق القوس ونقول ربما لهذا السبب طردوا الشيخ بن نحوي اللي جاه من قلعة بني حماد بعلم التفسير. وبعد ننتقلوا إلى ورقلة ونتعرفوا على يوسف بن إبراهيم الورجلاني. اقروا معايا: وللجزائر نشاط في التفسير مماثل لنشاطها في القراءات، وخاصة منذ القرن السادس هجري، وفيه نلتقي بيوسف بن إبراهيم الورجلاني الإباضي المتوفي ببلدته ورجلان واللي هي ورقلة، وله في التفسير كتاب كبير في 70 جزء. وبعد نتعرفوا على بن سعادة، يقولوا الإمام العلامة شيخ الأندلس، الله الله، واسمه الكامل محمد بن يوسف بن سعادة المرسي. قال الأبار: عارف بالآثار، مشارك في التفسير، حافظ للفروع. ثم لدينا الشيخ علي بن أحمد الحرالي، قرينا قبيل يتكاثر المفسرون منذ القرن السابع، ذرك يقول: ومنهم علي بن أحمد الحرالي نزيل بجاية. يقول الغبريني: له تفسير على كتاب الله تعالى، سلك فيه سبيل التحرير، فتكلم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا. ثم عندنا يحيى بن محمد بن منداس التلمساني، نقرأ مع بعض: ثم جاءت فترة ازدهار علم التفسير، فكثر الاهتمام بهذا العلم، وتناوله العلماء تدريسا وتأليفا، اللي منهم يحيى بن محمد بن منداس التلمساني المفسر الفقيه الواعظ. قال عنه الإمام الذهبي: جمع وجاور بمكة، وسمع من أبي الحسن، وسكن الإسكندرية ووعظ بها، من آثاره تفسير القرآن الكريم. ونكمل نقرأ هنا من مفسري تلك الفترة: أبو زكريا يحيى بن علي الزواوي الذي فسر القرآن تدريسا ولم يكمله. ثم أصغرهم وفاة رحمه الله واللي مات عمره 32 سنة هو محمد بن يوسف بن عمران المزدغي، المفتي نزيل فاس، محدث حافظ مجتهد، له تفسير وصل فيه إلى سورة الفتح، الله يرحمه ما كملش تفسيره ومات صغير. وفي القرن السابع نجد في تلمسان ابن أبي العيش الخزرجي محمد بن عبد الرحيم، اللي قال فيه يحيى بن خلدون في كتابه بغية الرواد: له مشاركات في فنون العلم، وكان مؤلفا متقنا، فسر الكتاب العزيز. هذا أبو عبد الله الشريف التلمساني، وهو المولود 710 هجري يعني 1311 ميلادي، وعاش 61 سنة رحمه الله. ثم علمنا المنقلاتي من بلاد القبائل، ولقبه للآن موجود في المنطقة، ويقولوا لهم حاليا آية منقلات. كيسقسوكم شكون هو الجزائري اللي كان المفتي المالكي للديار المصرية والشامية، واللي توفى في القاهرة في 743 هجري، نقولوا لهم هو عيسى أبو الروح المنقلاتي الحميري الزواوي المالكي. كان فقيها عالما، ويذكر علوم كثيرة، حتى يقول: وعلم الفقه والأصول والعربية والفرائض. وهو اللي رد على ابن تيمية في مسألة الطلاق وغير ذلك. وهذا أيضا تعريف به بإسهاب وتفصيل كبير ما يكفيناش الوقت باش نقروه كامل، لكنه يستحق فعلا أنه يكون من أكابر علماء الجزائر عبر التاريخ. ثم لدينا الشريف الحسني التلمساني محمد بن أحمد، وكنيته إمام المغرب قاطبة، الله يبارك. يقول فيه ابن مريم: فسر القرآن في 25 سنة، أتى فيه بالعجب العجاب، وكان عالما بحروفه ونحوه وقراءته وبيانه وبلاغته وأحكامه ومعانيه، رحم الله هذا الأعلام. نظن الفيديو راح يكون طويل ياسر لو كان نكملها في حلقة واحدة، لأنه هكذا وصلنا فقط للقرن الثامن، والقرون الجاية ما زلت أكثر غزارة في التفسير والمفسرين. على كل حال هذه قائمة ممن تبقى من المفسرين اللي راح نتعرفوا عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، ممن بلغهم علمي، لأنه نظن أنه مازال العديد من المفسرين الجزائريين منسيين في كتب التاريخ والسير. استنوني إن شاء الله في الفيديو القادم باه يكتمل هذا التحقيق، وإن شاء الله تكون فيه إضافة لمعلوماتكم التاريخية.